وبركاته. فيديو جديد، والفيديو بتاعنا النهارده عن مباراة الزمالك والشباب السعودي، طبعا اللي هي انتهت بفوز الشباب السعودي على الزمالك هدف بلا شيء، او هدف او 1-0. زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، زي ما توقعنا في الفيديو اللي فات، هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف. قلنا ان الفوز اللي فازه الزمالك على الاتحاد المنستيري كان فوز خادع. الاتحاد المنستيري فريق ضعيف، فريق المدرب لسه بقاله 3 ايام، فلما تفوز عليه 4-0 ده طبيعي. فبالتالي ما ينفعش نفس اللي انت عملته تعمله مع الشباب، مع ان انا توقعت وقلت الزمالك هيروح بمعنويات مرتفعه ويعمل ماتش احسن من كده، بس للاسف الماتش كان متوسط فنيا من هنا او من هنا من الفرقتين. الحكم اداؤه يعني ما كانش هو الاداء الاعلى، مش عشان موضوع ضربة الجزاء بس، لا هو اداؤه عامة مش الاداء العادي. الماتش كان فيه شد كتير قوي، شد بين اللعيبة وشدة ملهاش اي لازمة، بس طبعا الشباب ده في صالحه. الشباب كده متصدر المجموعة بتاعته لحد ماتش النصر النهارده ان شاء الله. فهو بالتالي الفوز 1-0 ده بالنسبه له مرضي جدا، ومشى الماتش زي ما هو عاوز، لان لعيبه الزمالك ما ادتش اللي عليها وما عملتش اي حاجه تخليها تكسب. يعني تقريبا طول المباراه مش فاكر شوط مؤثره على مرمى الشباب، وبرده نفس الموضوع على مرمى الزمالك. والجون كان هدف من ضربه جزاء اللي حصل طبعا عليها خلاف كبير قوي. بس انا عندي تعليق على حاجه بسيطه قوي كده. الحكم خلاص حسب ضربه الجزاء وشافها في الفار وخد القرار، انا ما ينفعش اقعد اضيع 8 دقايق. الحكم مش هيرجع في كلامه يا محمد صبحي ولا كابتن شيكابالا، الحكم خلاص مش هيرجع في كلامه، فانت ما تقعدش تكلمه وتقعد محمد صبحي يرفض ان هو يقف في المرمى يتصدى لضربه الجزاء الا من تدخل من دكه البدلاء اقنعوه، فده ما ينفعش. احنا قدام كاميرات وقدام شاشات، حتى لو انت معترض على الحكم دي مش بتاعتك، انت لازم تروح تقف مكانك، لان الحكم مش هيرجع في كلامه. حتى لو عطلت الماتش نص ساعه هو مش هيرجع في كلامه، بالعكس هيديك انذارات. فالنهارده الماتش زي ما قلنا كان عادي متوسط. انا كنت متوقع الشباب هيعمل ماتش اكتر، مباراه احسن من كده. متوقع الزمالك هيعمل مباراه افضل من كده شويه، برغم ان احنا قلنا ان الفوز خادع على الاتحاد المنستيري، لكن برضه الزمالك ما اداش بصراحه. وده طبعا لان في لعيبه كتير في الزمالك مش على المستوى زي ما قلنا قبل كده، او ما تستحقش ترتدي تيشيرت نادي الزمالك. ونرجع ونقول ان الشباب زي ما قلنا برضو الفيديو اللي فات اللي هسيب لكم الرابط بتاعه، قلنا الشباب والنصر اتعادلوا مع بعض عادي جدا. هم في تفكيرهم وحساباتهم الواقعيه، اللي انا تعادلت نقطه ونقطه، انا هكسب الزمالك والاتحاد المنستيري، والنصر يكسب الزمالك والاتحاد المنستيري ونصعد. هو ده تفكيرهم من الاول. والزمالك المفروض يبقى كان عارف ان دي فرصته، لان المباراه اللي جايه بتاعت النصر دي مباراه مش سهله، مباراه صعبه، اصعب من الشباب، فيها نجوم احسن من فريق الشباب. وطبعا في ناس قالت من الناس كتير من الجمهور الزملكاوي قالوا المذيع كان متحيز جدا للشباب ويفخم ده طبيعي، ده مذيع سعودي فطبيعي يتكلم كده. زي ما المباراه اللي فاتت المذيع كان متحيز للزمالك جدا على حساب الاتحاد المنستيري، وفي بعض الجماهير الاهلاويه قالت ده متحيز جدا. هو طبعا ماشي يتكلم عن الزمالك زي ما هو عاوز لان ده ماتش الزمالك، لكن هو اللي انا باخده على المذيع بتاع المباراه اللي فاتت ان هو قال ان الزمالك سيد افريقيا، فدي معلومه غلط. طبعا الاهلي طبعا سيد افريقيا، لكن باقي الكلام لازم يتكلم على الزمالك كويس، لازم يفخم الزمالك، لان الزمالك تاني فريق او تاني اقوى فريق في افريقيا بعد الاهلي بالارقام. فده طبيعي، الزمالك لما بيكون في بطوله ده طبيعي، الاهلي بيكون في بطوله بيبقى هو سيد البطوله. الاهلي مش موجود في البطوله يبقى تاني اكبر نادي بعده اللي هو الزمالك، طبيعي المذيع يتكلم عليه كده. نرجع تاني للمباراه. زي ما قلنا هي فنيا متوسطه، لكن الزمالك كان عنده فرصه بعد ما ضربه الجزاء اتحسبت وجه الهدف واحرزوا الهدف بتاعهم من ضربه الجزاء. كان الزمالك عنده بعد ضربه الجزاء في اخر الشوط الاول فرصه ان هو يسجل هدفين تقريبا او على الاقل هدف، بس طبعا لعيبه الزمالك بتهدر فرص ومش على المستوى، ولا حتى كانوا بيعملوا الهجمه المرتده صح، ولا نص الملعب بينقل الكره سريعه، ولا بصراحه ما كانش فيه اي حاجه تقول ان الزمالك هيتعادل او حتى هيكسب الماتش او اي حاجه، خاصه ان هو اداهم كمان الوقت الضايع 6 دقايق. كان ممكن لو الزمالك لعبت واقفه على رجليها وبتلعب كان ممكن، لكن برضو ما قدروش.
واعتقد ان تغيير سيف الجزيري ما كانش يعني موفق من اسوريو. وقلنا الماتش اللي فات ان المعنويات العاليه مش معناها ان انت تكسب، معناها لازم اللعيبه تلتزم، ولازم دفاعيا وهجوميا. وزي ما قلنا برغم ان الماتش عامه متوسط، يعني الشباب السعودي ما عملش كتير، الزمالك برضو ما عملش كتير، يعني ما فيش فرص على المرمى كتير قوي من هنا ولا من هنا. لكن في الاخر الشباب خد ال3 بونت من الزمالك، فبالتالي بقى عنده 4 بونت وبقى متصدر المجموعه بتاعته اللي هي فيها النصر طبعا والزمالك والاتحاد المنستيري، في انتظار ماتش النصر النهارده والاتحاد المنستيري، اللي اتوقع او اعتقد كل الناس تتوقع ان النصر هيكسب الاتحاد المنستيري، فهيبقى النصر 4 نقط، الشباب 4 نقط. اذا حدث هيبقوا الاثنين متساويين. لو حصل بقى النصر جاب اعلى من هدف هيبقى هو متصدر المجموعه، بالتالي الزمالك المنستيري فرصته هتبقى ضعيفه. الزمالك قدامه الماتش اللي جاي، المباراه اللي جايه يبذل فيها كل جهده عشان يحاول يعوض او يحاول يلحق اللي هو يبقى تاني حتى او اي حاجه. بس طبعا انا توقعاتي ان هي مش هيبقى كده على مستوى اللعيبه بتاعت الزمالك دي، ما اعتقدش هيكمل الزمالك يعني. فده كان ملخص كده لمباراة النهارده بتاعت الشباب السعودي والزمالك المصري، اللي هي كانت كلها تقريبا عنف بين اللعيبه، وطبعا كان في انذارات، وقلنا ان الحكم عليه علامات استفهام في تحكيمه هنا او هنا يعني. فمش خاصة زي ما قلنا على حكاية في ناس اعترض على الانذارات هنا، ناس اعترض على الانذارات هنا، في ناس اعترض على ضربة الجزاء، بس في الاخر هو الماتش انتهى بتحكيمه بفنيات، وهو طالما ما فيهوش فنيات حتى نتكلم فيها، لان الزمالك ما عملش حاجه والشباب ما كانش اعلى قوي زي ما انا كنت متوقع الحاجه. وزي ما قلنا اللاعب الرئيسي عندهم اللي هو بانيجا ده هو بس اللي كان بارز في الماتش زي المباراه اللي فاتت، هو دايما الابرز في مباريات الشباب مع اي فريق. وفي انتظار ماتش او مباراه النصر والاتحاد المنستيري اليوم، ونعمل لكم فيديو ان شاء الله بعدها. ولو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس يوصلك كل جديد، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.